وانت بترضعي وعايزه تخسي هقولك ازاي. اللي قدامكم دي تخنت في الحمل 15 كيلو او اكتر من 15 كيلو، وعشان اشجعكم هحط لكم صورتين. وصلت لقد ايه ودلوقتي بقيت قد ايه. وانت تقريبا وصلت 90 كيلو، دلوقتي انا 68 كيلو وبرضه بكمل عشان اخس. وعلى فكره الخسسان في الرضاعه كويس جدا جدا جدا. الخسسان في الرضاعه اسهل بكتير من الخسسان من غير الرضاعه. انا عاوزه اقول لكم ان انا من خلال تجربتي الخسسان مع الرضاعه اسهل بكتير من الخسسان من غير رضاعه. عشان الرضاعه اولا بتخليك تحرقي كتير، فبيظهر عليكي قوي موضوع ان انت خسيتي. تاني حاجه انا اصلا جسمي دايما بيملى بسرعه، يعني انا مش جينات وجسمي دايما خسان وكده، لا انا دايما بتخن. فعملت دايت كده معين، فالحمد لله عرفت انزل بيه. فهقول لكم بالظبط ازاي عملت. اول حاجه لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو ده واكتبي كومنت قولي فيه سنك ووزنك قد ايه، وانا هقول لك ليكي كام كالوري في اليوم. انا مروه نيرس وام، عندي بنت عندها سنه و8 شهور. وعايزه اقول لكم تجربتي من خلال ان انا خسيت الحمد لله مع الرضاعه الطبيعيه. اول حاجه معظم الناس بتنصح ان تبداي دايت بعد الولاده ب6 شهور. انا بصراحه بدات مع تاني شهر او تالت شهر بدات دايت. عشان اعمل دايت لازم اعمل حاجتين. اول حاجه اعرف انا ليا كام سعره في اليوم. الرضاعه بتحرق تقريبا من 500 ل 700 كالوري في اليوم، فانا سهل جدا عشان تحسبي سعراتك الحراريه. بتخشي على جوجل بتكتبي وزنك وسنك وطولك والنشاط بتاعك اذا كنت بتتحركي كتير او لا. بعد ما تعملي كده هيطلع لك ليكي كام سعر. بيكون ليكي تقريبا في حدود 2000 سعر، هنضيف عليهم ال 500 سعره اللي بحرقهم في الرضاعه، فيبقى ليا مثلا 2500 سعر. فانا عايزه اخس لازم اعمل عجز سعرات. دايت اسمه كده عجز السعرات. فهعرف انا مثلا هعمل تقريبا 600 سعره عجز، يعني انا هاخد في اليوم مثلا 1600 سعره بس. طب ازاي اعرف السعرات؟ اي حاجه هتاكليها خشي شوفيها على جوجل او خشي شوفيها على شات جي بي تي، هيبان لك سعراتها قد ايه. يعني هي بتبقى سهل، الموضوع ده مش صعب خالص. بس عشان انت بترضعي فلازم تخسي بشكل صحي ما ياثرش على اللبن. فانا هقول لك ازاي تخسي بشكل صحي ما ياثرش على اللبن، ومن خلال تجربتي انا، لان انا خسيت الحمد لله اكتر من 15 كيلو. فهقول لكم ازاي خسيت وما حسيتش بيهم وما اثرش خالص خالص على اللبن ابدا. طيب احنا لازم نعرف طالما انا عايزه اخس مفيش حاجه اسمها يعني يبقى في اراده. انا مش هخس بالساهل، لازم اعرف ان انا عشان اخس محتاجه مجهود، وهبعد عن حاجات بحبها واحاول اكل اكل شويه ماليش فيه. اول ما طبعا ما خلفت قالوا لي عشان بترضعي كلي حلاوه طحينيه، كلي مربى، كلي شوكليت، مش عارفه ايه. الحاجات دي اول ما بتاكلي سكريات عامه ما بتشبعيش، ولو شبعتي بتشبعي اول نص ساعه وبعدين ترجعي الانسولين في جسمك يزيد فبتبقى عايزه تاكلي اكتر. امتى بنحس بالشبع؟ لما بناكل بروتين ودهون صحيه. انا بقى من خلال تجربتي عملت حاجتين ساعدوني قوي ان انا اخس، حاجتين بالظبط ساعدوني قوي ان انا هيحصل لي ان انا انزل 15 كيلو من غير ما احس ان انا محرومه من حاجه. بصوا يا جماعه انا مش من النوع اللي اقوم الاكل جعانه خالص. محدش يقول لي كلي بيضتين وحته نص رغيف عيش واجي اقوم احس ان انا جعانه، لا هفضل بقى يعني عارفين، هفضل متضايقه واروح يمين وشمال عشان خاطر اكل. فانا لازم اكل لحد الاخر لحد ما اشبع. طيب انا عشان اخس وفي نفس الوقت ما احسش ان انا جعانه عملت حاجتين. اول حاجه عملت حاجه اسمها شوربه كوسه كده، مش عارفه اذا كنت في ناس كتير تعرفها او لا. عامه انا ما بحبش الكوسه، ما بحبش اكلها في محشي، ما بحبش اكل الكوسه طبيخ، ما بحبش الكوسه خالص. انما في شوربه كوسه عملتها طعمها حلو قوي، وباخد مج منها قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. وكل ما احس ان انا جعانه بروح اخد مج منها، ودي عامه بتكون اصلا مفيده جدا وحلوه جدا. طيب شوربة الكوسة دي ازاي بعملها؟ هقول لكم سريعا كده. شوربة فراخ احط فيها مثلا، انا بعملها بالكيلو، كيلو كوسة يكون متقشر مقشراه ومغسولة، احط فيها كيلو كوسة، احط فيها 2 جزرة، بحط فيها بقدونس، ربطة بقدونس الورق بس، واسيبهم على النار يجلوا لحد ما يتهروا خالص. وبعد ما يتهروا اضربهم في الخلاط او بالهاند بلندر. ولو عندنا نقدر نجيب كريمة طهي ونحط كمان عليها كريمة طهي، يكون طعمها حلو جدا وطعمها ملوش علاقة خالص بالكوسة. صدقوني جربوها وهتعجبكم. تاني حاجة اللي هو العدس بجبة، انا هحط لكم صورته. العدس بجبة ده انا استخدمته بديل الرز. هو طعمه مش وحش، احنا بناكله في الكشري. فهو انا جبته بنقعه في ميه سخنه الاول. طيب العدس سريعا كده بعمله ازاي؟ بجيب العدس بجبه عادي اللي احنا بناكله في الكشري،
بحط عليه ميه سخنه عشان يعني يتنقع شويه، واعمل في طاسه تانية اعمل شويه بصل. اول ما البصل يتحمر كده احط فيه العدس ده واحط عليه ميه سخنه، وبعدين بقى استنى لحد ما يستوي، ما يبقاش مهري ولا يبقى يعني مش مستوي، يكون كده مستوي مظبوط وبس وخلاص. واحط لكم صورته برده. دول كده احنا عملناهم، ومعانا حاجتين من لا غنى عنهم في الدايت. ايه بقى الدايت اللي انا عملته؟ اصحى الصبح بدري، احاول كده ان شاء الله اخد لي كوبايه ميه او كوبايتين ميه، احاول اخر شويه الفطار. الفطار بتاعي هيكون مج شوربة كوسة، 2 بيضة مسلوقين او عاملاهم معلقة سمنة بلدي او زيت زيتون، واخد خيار، واخد طماطمايه، وده يبقى فطاري. واخد 50 جرام جبنه قريش. الفطار ده صدقيني مشبع، يعني مش ان هو مش مشبع، لا هيشبعك. ومج الكوسه اصلا هتلاقيه شبعك جدا. وبعدين شويه تاني ممكن بعد الفطار على طول ناخد كوبايه شاي بلبن بمعلقتين عسل ابيض او سكر دايت. انا مش بحب السكر الدايت فبستخدم عسل ابيض. ده كان فطاري، وده فطاري اللي انا ملتزمه بيه لحد دلوقتي، وفطار مشبع، وبقعد بعديه كتير قوي حاسه ان انا بالشبع مش جعانه. وبعد الفطار نفضل برضو بعد الفطار بساعتين كده نشرب كوبايه ميه كبيره. وبعدين بعد ما يعدي 4 ساعات نقدر ناخد تفاحيه او موزه او برتقانه او اي حاجه من دي، وبرضو نبقى من ضمن سعراتنا. الغدا اللي انا كنت بتغداه، كنت بتغدى باخد ماجي كوسه الاول اشربه. انا عايزه اقول لكم حاجه، بس اهم حاجه واهم كمان من الاكل اللي هو ترتيب الاكل. يعني ما ببداش بالنشويات. يعني انا حتى لو هاكل مثلا رز او هاكل عيش، بلاش اكل عيش في الاول خالص. ممكن ابدا بالبروتين وبعدين خالص ابقى اخد النشويات. عشان خاطر ده كمان بيفرق في موضوع الحرق، بيفرق في موضوع كمان الشبع. انا لو كلت بدات بروتين الاول وخضار بعدها وبعدين نشويات، احس بالشبع اكتر. انا كنت بتغدى ايه؟ كنت باخد مج شوربه كوسه، واخد مثلا فراخ او لحمه او سمك، واخد معاها 5 معالق او طبق صغير او طبق متوسط من عدس بجبه مع الخضار. العدس بجبه انا بعمله بالظبط معامله الرز. انا ساعات كنت باكل عليه سمك، ساعات كنت باكل عليه طبيخ، بحط عليه بسله، بحط عليه بانيه، بحط عليه فراخ او لحمه، عليها سلطه. طعمه حلو جدا ومشبع وبيشبع، وهتلاقيه فرق معاكي جدا. ده بالنسبة لي أحلى بديل للرز بصراحة، وجربوه هتلاقوا فرق. العشاء بقى ممكن بعد الغدا لو حبينا ناخد سناك ناخد فشار. الفشار فيه ألياف بيشبع وسعراته قليلة، نعمله بس بطريقة صحية. نحط عليه معلقة واحدة زيت زيتون ومع معلقتين فشار، وهتلاقوا يعني وهتلاقوه مشبع كمان وشبعكوا شوية. العشاء بقى برضو مج كوسه. كنت باخد مج كوسه لو انا حاسه ان انا مش جعانه قوي خلاص، باخد مج كوسه وباخد وباخد مع علبه زبادي وباخد بيضه مسلوقه باكله. ده بيبقى مشبع، وحتى لو انا صحيت بالليل فبرضع ببقى حاسه بالشبع. هنمشي على الموضوع ده لحد 15 يوم، بعد كده ممكن شويه يعني ناخد مثلا شوكليت ناخد. وكمان نحاول ان احنا مثلا التزمنا 15 يوم، مفيش مشكله ان احنا ناخد يوم فري. مفيش مشكله ان احنا حتى لو بوظنا في يوم نرجع نكمل تاني يوم. مفيش مشكله كمان لو انا مثلا الغدا هيعملوا محشي وهيعملوا حاجات كده، مفيش مشكله ان انا اخدهم واحسب سعراتهم. يعني انا ساعات مثلا كنت مثلا ابقى خارجه بالليل، فالفطار مثلا اشيل الفطار واخد بس شوربه الكوسه، والغدا اخد شوربه كوسه، واطلع بره بقى انا عارفه ان انا هبوظها بره. ده كان بيساعدني ان انا ما احرمش نفسي، وفي نفس الوقت ما بوظش قوي قوي قوي، ان انا اخد من سعرات الصبح واديه مثلا وارحلهم بالليل. ده يساعدكم جدا. وطبعا مع الدايت لازم نلتزم بشرب الميه 3 لتر في اليوم او 4 لتر في اليوم. انا كنت بشرب والله 3 لتر وساعات 4 لتر. وباخد يعني فواكه كتير. جربوا الدايت ده صدقوني، انا بعد ما جربت كذا حاجه وتابعت مع دكتور، ده كان احسن حاجه مشيت عليها. عجز السعرات مع الصيام حلو جدا جدا جدا. معظم الوجبات مشبعه، لو بوظت في يوم مفيش مشكله، ارجعي تاني يوم ظبطي. هتلاقيه حلو جدا ومحافظ على كميه اللبن بتاعتك. لبنك مش هيتضر في حاجه، وهتلاقي نفسك خسيتي. يعني انا دلوقتي سنه و8 شهور عامله دايت، مثلا من سنه و5 شهور انا خسيت من 88 دلوقتي بال 68 او حاجه. فوزني كويس، يعني انا مش زعلانه ان انا خسيت في المده دي اللي هي سنه و5 شهور. لا كويس، ولسه بكمل على مهلي. جربوا الدايت ده صدقوني هيبقى احسن حاجه مشيتوا عليها، وخدوا وقتكم خالص في الدايت. ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد على كل الكومنتات. وشكرا قوي.